اهلا بيكم حبايبي في قناه بيتو بيتو تشانل. معاكم داليا وهنعمل فيديو جديد. الفيديو المره دي للقلقاس. زي ما انتم شايفين، اول حاجه بختار القلقاسه تكون قلقاسه كامله وما تكونش فيها اي خروم او اي حاجه، بيبقى فيها بس بروز، وتبقى الحته اللي فوق دي لونها وردي وصبحه زي ما انتم شايفين كده، ما تبقاش ناشفه واكلاها الشمس. تمام. ببتدي اقطع الجزء اللي فوق ده وتبقى لونها، شايفين من جوه عشان هي صبحه لونها وردي ازاي، وبقطع الجزء اللي تحت وابتدي اقشر بقى القلقاسه. ممكن تقشريها كلها على بعضيها كده بالسكينه حاميه، او ممكن تقطعيها مربعات، تقطعيها بالطول دواير وتقشريها بالشكل اللي انت عاوزاه. بعد ما قشرتها خالص كده هبتدي بقى ان انا اقطعها دواير عشان اقدر اتملك منها واقطعها المكعبات او المربعات. هقطع دواير كده على بعض. تمام كده. وبعد كده قطعتها بقى، بصوا انا بوريكم بقى، انا خلصت بس بوريكم كده بقطعها بعد الدواير، او لو قطعتها نص دايره بقطعها صوابع، ومن الصوابع بقطعها مربعات. اهم حاجه خلي بالك من ايدك وتكون السكينه حاميه وتقدري تقطعيها. انا القلقاسه دي على بعضيها حوالي 2 كيلو. تمام. هغسلها، غسلت القلقاس شطفتين، ما غسلتش كتير، عملته بس تحت الحنفيه يا دوب شطفتين. وعندي هنا مرقه او عندي هنا شوربه فراخ ومغليه، ورحت منزله فيها القلقاس. تمام. لحد كده الموضوع سهل. طبعا ممكن تستخدمي بدل شوربة الفراخ تستخدمي شوربة لحمة، ممكن شوربة بط. انا عملت الفيديو ده قبل كده بشوربة اللحمة، هسيبه لكم في اخر الوصفة اتفرجوا عليه. معايا بقى الخضرة في الخلاط، هضربها في الخلاط عبارة عن حزمتين سلق وحزمة كزبرة. ممكن تكتري لو انت عاوزة خضرة اكتر، مفيش مشكلة. السلق باخد الورق بس وبلغي الايه العروق او العيدان، والكزبرة باخدها وايه وبنضفها من اي ورق اصفر، وضربتها في الخلاط بشوية مية، وهصفي الالياف لوحديها والمية لوحديها. هاخد المية واقوم حطها على القلقاس اللي موجود على البوتاجاز بالشوربة. اوكي. وهخلي الحله متهويه عشان ما يفرش مع الغليان، ما يفرش. هجيب بقى معلقه من السمنه البلدي او اي ماده دهنيه متوفره عندك، وابتدي ان انا بعد ما تسيح هبتدي اخد الالياف اللي انا صفيتها بالمصفى. مش احنا خدنا الخضرة صفيناها بعد ما ضربناها في الخلاط بشوية مية، خدنا المية حطيناها مع الشوربة والقلقاس، وادي الالياف هنزلها مع معلقة السمنة في الطاسة، وابتدي اقلب فيها لحد ما الالياف كلها تنشف ولونها يغمق. تمام. هقلب فيها لحد ما ما كل الميه اللي فيها، طبعا احنا مصفينا بس طبعا ما زال فيها ميه بسيطه، على نار عاليه كده وايدي فيها ابتدي اقلب لحد ما الميه كلها تتبخر. دي بتبقى الطشه اللي انا هعملها في القلقاس، وبتدي ريحه وطعم طبعا خطير جدا. تمام. بعد ما قلبت فيها، كل مادة بتلاقوها بتنشف وكل مادة بتلاقوها بتبتدي تلزق شوية في الطاسة. في الوقت ده بحط بقى معلقة توم كبيرة وابتدي اشوح لحد ما ريحة التوم تطلع، وهي تدبل اكتر الخضرة او الالياف وتلزق اكتر وتغمق. اوكي. انا ما بحبهاش غامقه قوي، بس عامه انا وصلت للمرحله دي ببتدي انزلها بقى وانزل على طول في القلقاس واعمل لها الطشه زي ما انتم شايفينها كده. ليه ما حطيتش التوم في الاول؟ عشان لو حطيته كان هيتحمر بسرعه ويتحرق، وانا كان لازم انشف الخضره. طبعا حطيت هنا بس الكاميرا قفلت. حطيت ملح وحطيت فلفل، يعني تبلت القلقاس بتاعي. وخلي بالك لو انت متبله الشوربه يبقى تاخدي بالك من التوابل اللي هتضيفيها تاني. تمام. بعد كده سبته يستوي، ما بياخدش وقت على فكرة في السوا، خصوصا في الأوقات دي. لو جبتي القلقاس في شهر طوبة بيبقى كله بيبقى طعمه رائع وحلو وما بياخدش وقت في السوا. خلص القلقاس بتاعي وغرفته زي ما انتم شايفين، وكمان عملت جنبه شوية رز بالشعرية مفلفل. وشوربة الفراخ طبعا كنت سلقة الفرخة، قسمت الفرخة بتاعتي ورحت حمرتها واديتها لون ذهبي زي ما انتم شايفين. تعالوا بقى ندوق القلقاس بتاعنا ونشوف استوى ولا لا. شايفين مجرد ما حطيت صباعي، طبعا ولا تهريه ولا تخليه مش مستوي،
طعمه رائع وعامل زي الزبدة ومستوي وجميل. لازم تجيبي القلقاس قطعة واحدة، انا كانت حوالي 2 كيلو، عشان تضمني ان هو يستوي. بألف هنا وشفا، كل سنة وانتم طيبين، وشكرا للمشاهدة، واتمنى الوصفة تكون عجبتكم.